ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل. هو في كده طاقة عامة للشهر ده اللي احنا فيه اكتر من الشهور اللي فاتت، كأنها تقفيلة كده فبتبقى اشد شوية. عارفين لما تبقى الحاجة انت بقالك فترة ماشي فيها فبتبقى ماشي تمام، وبعدين بيبقى فيه وقعات تقوم تاني، وبعدين في الاخر كده كأن اخر تكة هتقفل بيها الصندوق او تفتح بيها الصندوق بالمفتاح، اخر تكة مفتاح، فبتبقى آمم الأصعب بالنسبة لك، بس هي في الحقيقة هي سهلة وجواها خير كبير، وراها خير كبير. فده الكلمتين دول ليهم علاقة بالطاقة بتاعة الشهر واللي إحنا بنمُر فيه. بس هي حاجات تبان إن هي، بُصّوا أنا هاحاول أتكلم معاكم إيه بانسيابية أكتر، عشان الكلام يطلع أسهل. أتكلم بالfeelings يعني أكتر منها حقايق وإيه وترتيب كلام. فالشهر ده تقيل شوية. ممكن تكون عندك نفس الإحساس. آمم في شوية نقول اختبارات، أو أنا كنت على طول باحسبها كاختبارات، وبعدين اكتشفت حاجة الشهر ده. فاكرين لمّا كنت باقول لكم بعد ما بيعدّي اليوم عشان أفُك حاجات قديمة، مراسي قديمة، وأمسك خطاطيف في شخصيتي الجديدة، ناخدها بطريقة أسهل؟ اللي هو كل ما أعدّي اليوم بعد ما بيخلص اليوم كلّه، بابتدي أشوف المواقف اللي أنا عدّيت بيها النهارده، وأنا عملت فيها إيه، اتكلّمت فيها إزاي، إيه رَد الفعل اللي أخدته، إيه المشاعر اللي كنت حاسّاها، إيه الأفكار اللي كنت حاسّاها بافكّر فيها وقتها، إيه السلوك اللي أنا أخدته الattitude كان بتاعي عامل إزاي. لو في حاجة كانت عايزة تتغيّر في وقفة جسمي، في طريقة كلامي، في نبرة صوتي، إن أنا أسكت أكتر أو أتكلم أكتر، أو إن أنا أعرف أعمل المعادلة دي أضبطها كده وكده، من هنا لهنا، أتنقل من هنا لهنا، كأني باطلّع الشخصية اللي مناسبة للموقف ده أو للكلمة دي. يعني ممكن موقف من المواقف يحتاج منّي إن أنا أطلّع شخصية معيّنة، وممكن موقف من المواقف يطلّع منّي كذا شخصية في نفس الوقت بيلعبوا مع بعض مع اللي قدّامي. مثلًا حد بيتكلم معايا بطريقة جافة، فأنا محتاجة أطلّع أنهي شخصية دلوقتي اللي هالعب بيها، اللي بيتكلم بنفس طريقته، والّا اللامبالاة اللي ما بتردش، والّا أفصل مشاعري عن مشاعره، على حسب الشخصية اللي طالعة عاملة إزاي. حد تاني حاصل عنده مشكلة كبيرة و ومحتاج تعاطف، ففي شخصية هتطلع معاه. في حد عنده مشكلة بس هو واقع في دور الضحية، فهيطلع معاه شخصية مختلفة. فكأن إحنا بنلعب مع بعض وبنتبادل الأدوار مع بعض. فالشهر ده كأنه مش بيطلّع شخصية والّا شخصيتين، هو عمّال يطلّع كمية شخصيات من تحت غريبة، محتاج أنت تتعامل بيها كلّها. الشخصيات دي هتبان في المواقف لمّا تحس إن أنت في صراع كده جواك، أنت أقول إيه والّا أعمل إيه. مثلًا صوتين أو 3 أو ممكن تلاقي أكتر من 5 أصوات عمّالين يتكلموا في دماغك إن أنت قُل كذا، لأ قُل كذا، الاتنين عكس بعض. يعني مثلًا ممكن تلاقي شخصية بتتكلم عكس بعض تمامًا، شخصية تقول لك ده تعاطف معاه، ده صعبان عليَّ، طبطب عليه، الشخصية التانية تقول لك لأ، بس هو واخد دور الضحية، هو محتاج يقود حياته شوية، فما تغرقش معاه في الدور ده. شخصية تانية تقول لك بس أنت لو ما اتكلمتش وما تعاطفتش ممكن يسيبك ويمشي. الشخصية التانية تقول لك إيه، بس لو تعاطفت وعملت هو بيسحب طاقتك. فالشخصيات عمّالة تتكلم، فأنت أنهي صوت اللي هتسمعه. فعلى حسب الصوت اللي أنت محتاج تسمع كلّه واللي هو أنا متقبّل الشخصية الصوت ده بس تبع القديمة، أنا مش هاعمله، أنا شخصيتي بتقول كذا، أو دي الشخصية اللي أنا هاطلّعها دلوقتي، دي اللي أنا هالعب بيها دلوقتي. ف
فهي تبان ان هي اختبارات، بس هي في الاخر كأن هي عمالة تستفزك علشان تلعب بكل الشخصيات، لان لو في شخصية انت دافنها تحت ومش عايز تتعامل بيها هتعمل لك زي ضغط كده داخلي. يعني ابتديت الاحظ ان الفترة اللي فاتت مثلا آه ممكن اكون كنت بعمل حاجة وابتديت اعمل حاجة عكسها تماما، يا في طريقة لبس، يا في طريقة كلام، يا في طريقة آه يا إلا كنت الناس مثلا ممكن تتخض، اللي هو مثلا حد ما كانش بيعرف يقول، بلاش بيعرف يقول لأ، حد مثلا لما مثلا موقف بيحصل ان انت قاعد في مجموعة، حد من اصحابك او حد من قرايبك او حد انت عارفه، حد معاك في الشغل يقول مثلا، يعني موقف ده لسه حاصل قدامي قريب، آه لما يلقط الشخص ده عيب فيك، يلقط نقطة ضعف فيك، فيتنمر، يضحك القعدة كلها عليك، تبقى الخروجة كلها ضحك عليك. فحركة زي دي ممكن حد ما يكونش بيعرف يرد زمان، بس دلوقتي بقى ما هو لو ما يعرفش يرد خايف يطلع شكله صغير، خايف ان هو ما يعرفش يجاري اللي قدامه، خايف ان هو ما يعرفش يلعب نفس لعبته فبيسكت بدل ما يحرج نفسه، او اللي هو بيتنح ما بيعرفش يدي رد فعل، او يطلع شخصية. ممكن تلاقي الاصوات دي كلها جواك، دي كلها مش شخصية واحدة، ممكن تكون كذا شخصية. لا انا خاف اتكلم، اودي رد فعل عنيف لا ما يبقاش صاحبي تاني، ما يعرفش يتعامل معايا، العلاقة بينا تبوظ. فالموقف ده مثلا لسه حاصل معايا من قريب، فانا رد الفعل المرة دي كان مختلف. وقفت التاني عند حده بان انا عملت وش حيادي، يعني ده الشخصية اللي كان لازم تطلع في الموقف ده، ممكن في موقف تاني يطلع شخصية تانية على حسب اللي قدامي، على حسب اللعبة اللي لعبها عليا. وش حيادي ما يبينش اي مشاعر ولا افكار، والكلام يبين اللي هو معلش وايه تاني او مش وايه تاني، اللي هو قشطة، انت شايف نقطة الضعف دي بس هي مبقتش نقطة ضعف بالنسبة لي، او انا بقيت شايفاها فمبقتش فارقة، فقشطة معلش. فلقيت التاني راح متنح وفضل باصص لي، اول مرة رد الفعل ده يتعمل معايا العكسي ده، ومعرفش رد فعل، اللي هو انتي بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ طب هو انتي زعلتي بجد وقفشتي بجد وممكن تمشي ولا وتقطعي الدنيا، ولا ممكن الايم الدنيا وارجع؟ طب انا ما كنتش قاصد. مفيش رد فعل مني انا، يعني مفيش رد فعل. فاللي هو انا ساعتها بقى ابتدى يطلع جوايا اصوات، ما طلعش الاصوات ساعه تقولي ولا ما تقولش، لان انا عديت بكذا موقف فالدنيا ابتدت تتثبت جوايا، بس اول ما اتكلمت وعملت رد الفعل اللي هو المختلف تماما عن اللي كان بيحصل مني دايما مع الشخصيه دي، فلقيت اصوات جوايا اللي هو ايه، يا نهار ابيض ده انت خربتي الدنيا. شخصيه تانية تقول لي جدعه ايوه كده، شخصيه تانية تقول ايه، طب ما تقولي له ما كانش قصدي، لا انت فهمتني غلط، طب ما تزعلش. فكذا صوت مع بعض، اللي هو ايه، انا كان ساعتها اللي مطلوب مني ان انا روحي قالت لي اسكتي، اديتي رد الفعل المناسب، اسكتي مفكريش في حاجه، لو في صراع جواكي ما تنطقيش ما تخربيش، بس خلاص. فسكت. فانا بعد ما الشخص ده ماشي قلت ايه، خلاص المواضيع باظت والدنيا باظت والدنيا، انا حتى كل اللي موجودين في المكان اتفاجئوا من رد الفعل بتاعي وفضلوا باصين لنا احنا الاتنين هي مين هيرمي الكوره عايزه، يعني احنا اصحاب وحبايب، يعني او احنا حبايب مش اعداء.
بس في رد فعل معين التاني كان بياخده، ممكن يكون فاهم ان هو بيأذي، ممكن يكون مش فاهم ان هو بيأذي، بس هو فعلا أذى. فأنا بقى ايه الرد الفعل اللي المفروض انا اخده، اللي انا محتاجة اخده عشان يحميني من الأذى ده من غير ما اقطع، مادام الموضوع ممكن يقف لحد معين، ممكن اعرف اوقفه، ما وقفش يبقى في رد فعل تاني بقى بعدين. فلما سكت ومشيت لقيت ان الشخصية دي بتتواصل معايا بعديها، واللي هي اللي بتجبس النبض، هو انا زعلانة ولا لا، عكس ما انا مخاوفي كانت بتقولي ان الشخصية التانية دي ممكن تاخد رد فعل، ممكن تقطع، يشوفوني وحشة، يشوفوني يعني حتى اخر القعدة اتقال لي انت ايه ده، انت بقيتي شريرة. لا يا جماعة، هو انا مش بقيت شريرة، هو انا بقيت اعرف اوقف اللي قدامي، وبقيت احب نفسي بس، مش بقيت شريرة. هي دي حاجة من المعتقدات اللي ممكن كانت تبوظ الدنيا زمان. لان في عندي حد من مثلا سؤال من الاسئلة بتاعت المتابعين يعني على الفيديوهات، جوفو، هي لو تقول اسمها الحقيقي نعرف نتكلم معاها لو مش عايزة ما تقولش طبعا، دي حاجة ايه ترجع لها، بس عشان تعرف ان اليوتيوب مش جايب الاسم الحقيقي لو مش هي ده الاسم اللي هي كاتباه. فالمهم كانت بتقولي على فيديو من الفيديوهات ازاي يبقى في معتقد عندنا ما بيخدمناش ممكن نتعامل معاه ونغيره او نخليه ازاي ماشي في صالحنا. هي دي بقى يعني، هو انا مثلا ممكن يكون كان المعتقد اللي موجود قبل كده اني لو انا اخدت رد فعل يوقف اللي قدامي ويحميني، ما كنتش باخدها كأن انا بحمي نفسي، كنت باخدها ان انا بأذي اللي قدامي، لان هو اتأذى نفسيا او اتصدم او اتخض. فدي مش مرونة نفسية، ولا دي حفاظ على شعور الآخر، هو أنا بأذي شعوري، أنا بأذي نفسي، أنا بأذي نظرتي لنفسي أنا، وأنا ما استحقش ده. فغيرت هنا المعتقد. هو المعتقد ده يعني أنا جيت لعبتها كده، اللي هو المعتقد ده بيخدمني، هو ده كان في صالحي. طب هو عمل لي إيه زمان لما أنا كنت يعني أنا وأنا ماسكة المعتقد ده وبشتغل بيه، إيه اللي كان بيحصل؟ ان انا بتشاف قليله، ما بتشافش ان انا بقدر اللي قدامي، مثلا بيتشاف ان اللي قدامها اللي ما اخدش رد الفعل ان هو ممكن يكون مهزأ، ان هو ممكن يكون ما بيعرفش ياخد حقه، ان هو عادي ندوس عليه، ان هو ممكن يكون واخد حاجه تانية، ان هو ايه، عادي انا بهزر ودمي خفيف. لا، انت بتأذي اللي قدامك. طيب هو حتة بقى كنت بحط قاصد ولا مش قاصد، دي شلتها من المعادلة. هي القضية ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ طيب هو ما بقاش يخدمني لان هو كان بيأذيني في كذا في كذا في كذا، فانا قررت ان هو المعتقد ده تاني نقطة ايه، ان هو ما بقاش يخدمني، وشلت حتة ان هو قاصد ولا مش قاصد. طيب ده بيعطلني ازاي؟ ان انا بحس ان انا مثلا اللي ما بياخدش رد فعل بيحس ان هو قليل، بيحس ان هو مش مسموع، بيحس ان هو جاي كلام جواه وكتمه واتخنق بلع الكلام. ممكن يحس بألم جسدي، بعد كده افكاري تقعد تشتغل، ابقى خايفة مش عارفة اخد رد فعل ولا اسكت، لما اسكت ابقى مش مرتاحة، لما اتكلم اخاف، ابتدي بعد ما اخد رد الفعل المناسب كمان ان انا ممكن اقعد اتاسف للي قدامي فخرب اللي انا عملته، فتخرب نظرتي كمان لنفسي. فاللي هو لا خلاص، انا ده كان بيأثر عليا بالطريقه الفلانيه، وفي حاجات تانية بيأثر عليا فيه، فده كمان اهي تالت نقطه بيأثر عليا ازاي. طيب انا لو غيرت المعتقد ده ايه اللي هيحصل؟ نظرتي لنفسي هتبقى احسن، هبص لنفسي بص احسن، ان انا بقيت عارفة ان انا جوايا ضلمة ونور، واللي قدامي جواه ضلمة ونور، ان انا بقيت اعرف اتعامل بالضلمة زي النور، لاني بقيت شايفة الضلمة بتاعتي. ايه ده، انا عندي ضلمة انا كمان بعرف ادافع عن نفسي. عندي ضلمة كمان بعرف اوقف اللي قدامي عند حده. عندي ضلمة كمان ان انا اشوف فعله ده ان هو بيوجعني. طب اخد رد الفعل المناسب ازاي؟ ان انا اوقف ده، استعمل الظل.
فهو ده بقى ان هو الظل والنور بقوا ماشيين مع بعض. هو ده اللي خلاني ابتدي اغير ازاي معتقد، احط بقى مكانه. يعني طيب اسمي بقى ده المعتقد القديم اللي هو انا اخاف لو انا اخدت رد فعل يوقف اللي قدامي ابقى كده باذيه نفسيا. غيرت بقى وان انا ممكن اتساب بعد كده. غيرت المعتقد ان هو انا من حقي لما اللي قدامي يأذيني اوقفه عند حده بطريقة تعمل اختلاف مش خلاف، بس لو هو مصمم يوصلها الخلاف بعد كده يبقى هو ده اختياره. فأنا ماشي الظل والنور مع بعض دلوقتي، مش ماشي لا الظل لوحده ولا النور لوحده. النور لوحده كان زمان، وبعد كده بقى الظل لوحده، وبعد كده بقوا الاتنين مع بعض، الظل والنور مع بعض بس. وده كان حاجة كده ليها علاقة بالطاقة الحالية والحاجات اللي تبان ان هي اختبارات، بس هي في الاخر اختيارات. انت بتطلع الشخصيات اللي تحت وتبتدي تستخدمها بس مش اكتر، عشان بعد كده تعرف تلعب اللعبة دي اسرع وبطريقة اسهل. عارفين لما يبقى الاختبار اوله صعب، اول سلمة ان هو اتعامل بالطريقة الجديدة، المرة اللي بعديها هتبقى اسهل، المرة اللي بعديها هتبقى اسهل، كأن انت بتطلع سلمة سلمة، بترتقي سلمة سلمة لحد ما تعدي اخر الموضوع، اخر الاختبار. اخر الاختبار اللي هو ايه؟ ان انت تعرف تلعب بالشخصيات دي كلها وقت ما تحتاجها، تعرف تطلع انهي شخصية من غير ما تفكر، مع الوقت من غير ما تفكر. كأن انت عمال تعمل كل شوية تكة ين ويانج، تكة 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 لحد ما توصل ايه للي بعدها. بس يعني قبل كده كنا بنعمل في الاختبارات ان هو الاختبار اللي فات ان انت توصل للتبادل العادل، فعمال تعمل تكة 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 بعد ما اكتشفت الاختبار لحد ما وصلت اللي هو التبادل العادل، ان ده من حقي وده اللي من حقي ان انا اخده وده اللي من حقي ان انا اشوفه وده اللي من حقي ان انا اعيشه، وان هو ده اللي موجود عادي اصلا بس اللي انا ما كنتش شايفه وما كانش بيجيلي. فلما بقيت شايفه وبقيت ادوقه وبقيت احسه وبقيت يجيلي، ابتديت عايزه احققه اكتر، فاعمل تكات اكتر في الين واليانج، وعدي سلمه سلمه اكتر واعلى اكتر في الاختبار لحد ما اوصل لاخره، وبعدين نشوف ايه الاختبار اللي بعده بقى. بس انا بعد ما يعني اخر اختبار حصل امبارح كده، لان الشهر ده كان كله كده تك تك تك، كانه ضغط ضغط ضغط، يبان لو احنا اخدناه من مشاعر منخفضة وطاقة منخفضة، ولو أخدناه من طاقة عالية. لو أخدناه من طاقة منخفضة اللي هو إيه، ضغط وطاقة تقيلة واختبارات وأنا ما بقيتش ملاحق، من طاقة عالية اللي هو بيطلع كل الشخصيات اللي جوايا عشان أعرف ألعب بيها صح. فلو أخدناها من المنطقة دي بتبقى أحسن، على حسب أنت نظرتك، أنت بتبص بالنضارة فين، أني ناحية. لا تبقى نضارة وردي ولا تبقى نضارة سودة، نضارة حقيقية. انا بعد ما تعرضت كده لشوية اختبار امبارح كده كان تقيل قوي، فانا كالعادة يعني زي البني ادمين مشاعري كانت صعبة شوية، ممكن يكون في شوية عياط مش عارف ايه. وبعدين طيب ايه الحل؟ فسمعت روحي بتقولي انزلي للطبيعة وبعدين كملي عادي. فاول ما نزلت النهارده بمناسبة الرسائل الكونية، أول ما وصلت للمكان الحلو الجميل ده، نمرة 6 طبعا اللي أنا بحبها وبعشقها، فلقيت أول ما بطلت العرب، أول ما شفت نمرة 6 قلت إيه، الله أنا هقف عند المية شوية قبل ما أمشي في الزرع. فلقيت ببص على الساعة قدامي كده في العربية، فلقيت مكتوب 95. 95 كانت بتجيلي كتير في حتة إن هو 85 كانت بتجيلي ايه، كأن عارفين لما قبل ال85 في 85 وفي قبلها وفي 95 اللي هي بعد ال85، كانوا بيجولي كده بالترتيب. اللي قبل 85 اول ما تجيلي 85 فاعرف ان انا كنت في الطاقة اللي قبليها، او انا محتاجة افعل بقى طاقة ال85 اللي هو انت محتاج تقف وتشحن بنزين،
اللي هي ال85 كان بتجيلي كده، ال95 انت بتملى البنزين قرب يعبي انطلق بقى. فانا وصلت، اول ما وصلت عند الطبيعه شفت رقم 95، فروحي قالت لي هو ده اللي هيشحنك. فالرسائل الكونيه بتيجي بالشكل ده من غير ما انت تفكر، من غير ما انا بقالي اكتر من سنه بيتردد عليا الرقمين دول، ابتديت افهمهم شويه شويه، ساعات افهمهم صح، ساعات افهمهم غلط، ساعات افهمهم حته ناقصه ازود عليها حته، فده العادي. بعد كده لما نزلت انا جات لي رساله امبارح ان في انا معايا الاول ميداليه كده. طب استنوا اروح اجيبها لكم، خليكم معايا. تعالوا بقى بمناسبه الرسائل اللي بتجيلنا، انا كنت قريب في اوبن داي، وانا في الاوبن داي انا شفت قدامي ميداليه، فحسيت ان انا حابه ان انا اشتريها، فاشتريتها. كانت كلها رموز، تعالوا نشوفها كده مع بعض. الميداليه استنى بسم الله، اهي رموز، كلها رموز، تمام. كل يعني دي واقع منها ميداليه، ودي واقع منها كذا، يعني فيها كذا ميداليه، تمام، فيها كذا رمز، وفي رمز كبير اساسي. ف الميداليه دي وانا بتعامل بيها وقع منها رمز ومش فاكره كان ايه. بعد اول ما وقع فببص على الرموز قلت دي فراشه، كان ساعتها حته التحول بتاع الشخصيه، فقلت تمام، قلت هبص على بقيه الرموز وترجمها. وبعدين روحي قالت لي ايه، لا سيبيها وقتها، وقت ما روحك تحتاج تترجم لك رمز هتبصي عليه وهتشوفيه. جيت بقى امبارح شفت الميداليه دي، ف ببص وقع منها، جيت اركبه وقع منها الكف، فببص بقول الكف لا حسد ايه وبتاع ايه، هم كلهم الطاقات اللي بيقولوا عليها الطاقات الشريرة، او الناس بتسميها كده يعني، او طاقات منخفضة التردد نقول عليها كده. فقلت لا، انا ما عنديش مشكلة مع النقطة دي دلوقتي، يعني انا مش بصلها، فاكيد في رسالة تانية. فابتديت اشوف الكف في كذا مكان، فشفته على عربية، شفته على حيطة تقريبا، شفته بعد كده على توك توك. اول ما شفته بعدين بقول ايه ده، فانا سمعت ابعاد الطاقات الظلامية او الارواح الشريرة، فقلت ارواح شريرة ايه، ما هو مش ده المعتقد بتاعي دلوقتي يا جدعان. فروحي قالت لي مش مقصود بالارواح الشريرة الحسد، العين، هنا مش ده الرسالة اللي جاية لك خالص. الطاقات الظلامية اللي بتشدك لتحت علشان تبعدي عن سماع وتنفيذ صوت روحك، اللي بتخليكي ما تلعبيش في اللعبة بتاعت الدنيا، وتخليكي عمالة يا خايفة ومرعوبة، يا مش عايزة تدوسي، يا زهقتي، يا يئستي، المهم ان انتي ما بتلعبيش اللعبة، مش نازلة الملعب بكل روح رياضية ومبسوطة وفرحانة. وبعدين قلت رحت ماسكة الكف اللي عندي، لقيت فيه عليه الوفرة، الإنبات، الزرع، العين التالتة. وبعدين الكف ده لما وقع فقلت طب أنا وقع مني حتة إن أنا أعرف أحمي نفسي من الطاقات الظلامية اللي تحوش عني الوفرة دي، تحوش عني ان انا استقبل كمان الخير اللي جاي دلوقتي، اللي هو الانفتاح دلوقتي بتاع العين الثالثه والتاج، والرسائل اللي جايه لنا كلنا ان احنا ازاي نعرف نتعامل بشخصيتنا الجديده في كل موقف. دي الخير، معظم الخير اللي جاي دلوقتي هو ده الوفره الداخليه دي. فانا وقعت ده، فقلت وبعديها قبليها بيوم وقع القمر. كان عندي مشكله مع مشاعر كبيره قوي فعلا في اليوم ده. النهارده الصبح لقيت وقع الاتنين دول، فببص كده حسيت ان هو الين واليانج، فربطتهم، كل ما حاجه تقع اروح ربطها تاني
واسمع الرسالة واحاول اللي هو ايه، يا رب ساعدني ان انا ايه احقق التوازن في الحاجة اللي وقعت دي النهاردة. فالين واليانج النهاردة فعلا، لان كان عندي مشكلة كبيرة قوي امبارح، كانت مسببة لي صراع كبير قوي جوايا داخلي، غير الاختبارات اللي احنا قلنا عليها بتحصل طول الوقت طول اليوم. كان في اختبار واجعني قوي في حد قريب يعني، فوقع التوازن ده بتاع الين واليانج جوايا، لان كان في اختبار المفروض احله، المفروض اعمل فيه. ودي انا حاسه ان هو التواصل مع السبيريتس رسالتها حاجه كده. النهارده بقى بدعي بقول ايه، يا رب لو خير ليا الاقي الرمزين دول عشان اشوف كانوا ايه اصلا، ويساعدوني وقت ما احتاجهم هلاقيهم اكيد. وبس هكمل لكم حته من الفيديو عشان الظاهر ان انا قفلت بالغلط فما كملتش. عشان نكمل حته الرسائل الكونيه كمان في بقيه الفيديو، كنت قلت ان انا وانا جايه الصبح كنت متضايقه، وجيت حسيت ان روحي بتناديني ان انا انزل في الطبيعه، وبالذات اقف قدام البحر شويه. انا فعلا كانت مشاعري ملخبطه قوي، مش افكاري بس. فعملت كده. اول ما جيت ابطل، اول ما وقفت وبطلت العربيه، عيني جت على الساعه بتاعه العربيه فلقيت مكتوب رقم 95. انا كان بيظهر لي على طول رقم اخر فتره، اخر كام شهر 85 و95. فلما ابتديت الاحظ لقيت ان هو 85 بيبتدي يظهر لي لما احس ان انا محتاجه اشحن او اوصل الحاجه اللي تشحنني، و95 كأن انا بمول العربيه خلاص عشان انطلق. ف يعني حتى كنت بلاحظ 95 بطريقة غريبة أول ما ابتديت ألاحظها في الأرقام بتاعة 95 اللي مكتوبة على محطات البنزين. وبعدين مسكت كارت من الكروت الصغيرة كده، هبقى احط لكم صورته. الكارت ده واحد حاطط على ظهره حاجة وكأنه بيملاها مية، بيملاها مادة، بيملاها بنزين. فكنت بسمع لما بمسك الكارت ده في الوقت ده إعادة الشحن، وكنت بفتكر رقم 95 اللي أنا بشوفه على محطات البنزين. بس فأنا أول ما شفت 95 ففهمت إن هو ده فعلا اللي هيشحنك عشان تعرفي ترجعي تنطلقي من تاني. لما نزلت بقى من العربية لقيت 3 أزايز كده بتوع حاجة ساقعة، نفس النوع مكتوب عليه فوري حاجة كده مش عارفة، وتحتيها انرجي، حطلكوا صورته برضو. فأنا أول ما شفتهم ال3 كانوا مقلوبين، بس انا حسيت ان هو الغطا ده لان انا شفته قبل كده اللون الاسود ده، فقلبته فافتكرت هو بتاع شحن الطاقة فعلا. وال3 اللي هم العقل والمشاعر والجسم، لان هم كانوا مضطربين جدا امبارح من الموقف الشديد اللي حصل في حياتي. وبعديهم حصل حتة اللي وقع من الميدالية بتاع الين واليانج، وبعدين شفت ال3 دول ففهمت ان هو اهي بقية السلسلة اللي بتوصلني لحتة ترجعي اشحني نفسك من تاني، عشان حصل خلل في العقل وفي المشاعر وفي الجسم، واللي هيشحنك هو النزول للطبيعة. وعلى حسب ما روحك تقولك اعملي، قالت لك تمشي، قالت لك اقفي قدام المية وشمي ريحة المية وريحة اليود، اعملي كده، اقفي على الحشيش اعملي كده، عيطي اعملي كده، احضني شجرة اعملي كده. فكأن دي كانت رسالة ان انا اول ما انزل اعمل كده علشان هي دي اللي هيشحنني فعلا. بس اول ما قلت كده وبصيت لقيت 3 بالتأكيد على الشحن بتاع ال3 حاجات دول. بس لأن أنا لما أشحن ال3 دول، لو أنا متصلة بيهم وهم ال3 ماشيين على نفس الخط كده، نفس التوافق، فلما بتعمل كده بتبتدي تسمع صوت روحك، وبالتالي أي حاجة روحك هتقولها لك هتوصلك بسهولة وبصوت أعلى، وهتبقى ماشي
متوازن في الدنيا، مبسوط، ممكن نقولها مبسوط، حاسس بالرضا، ممكن نقول من الآخر مشاعرك عالية. وبس كده. ودي كانت تكملة لحتة ان انت ممكن ازاي تلقط رسائل كونية، وده كان إجابة سؤال جوفو، او ده برضو كان ليه علاقة بالطاقة الكونية والطاقة اللي احنا ماشيين بيها في الشهر ده. والفيديو ده بتكلم فيه حقيقي بكل مشاعري، وسبته كده ماشي كده مع الصوت. بس اشوفكم بقى تحت في الكومنتات، واشوفكم ايه في الفيديوهات